شيء تفعله باختيارك ሁሉን ነገር በምርጫህ ታደርገዋለህ إلا الموت ሞት ሲቀር فلا خيار لك ستموت ምርጫ የለህም ትሞታለህ ወደድክም أم أبيت ጠላህም قال الحسن ሐሰን አሉ فاتق الله يا ابن آدم ያደም ልጅ ሆይ አላህን ፍራ لا تجتمع عليك ሁለት خصلتان ባህሪዎች አይሰብሰቡብህ سكرة الموت የሞት ስካርና وحسرة الفوت والندامة የሞት ቁጭትና ጸጸት فيا لها من ምን ساعة አይነት ሰዓት ናት لا تشبهها ساعة እሷን የሚመስላት ሰዓት የሌለ يتألم فيها أهل በሷ التقى የተቋዋ ባለቤቶች ይሰቃያሉ فكيف بأهل الإضاعة የጎደሉ ባለቤቶችስ እንዴት ሊሆኑ ነው قال عبد الله بن العيسى አብዱላህ ኢብኑ አይዘር እንዲህ አሉ لا بد የግድ ነው لابن آدم من بيتين የአደም ልጅ ሁለት ቤቶች ይኖሩታል بيت على ظهر الأرض አንድ ቤት በመሬት ጀርባ وبيت في بطن አንድ الأرض ቤት ደግሞ በመሬት ሆድ ውስጥ فعمد إلى الذي على الأرض ወደ ምድሩ ቤት አቀናና فزخرفه وزينه አስዋበው አስጌጠው وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب ለሰሜኑም በር ለደቡብም በር አደረገበት وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه ለበጋውና ለክረምት የሚጠቅመውንም አስቀመጠበት ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض በምድር ጀርባ ስላለው ቤት አሰበና فخربه ودمره አበላሸው አፈረሰው فأتى عليه آتي فقال አንድ ሰው መጣና አለው أرأيت هذا البيت ይሄን ቤት አየኸው أرأيت هذا البيت الذي أراك قد ይሄን أصلحته ያስተካከልከውን ቤት አየኸው كم تقيم ምን فيه ያክል ጊዜ ትኖርበታለህ كم ምን ستقيم ያክል فيه ትኖርበታለህ قال لا أدري አላውቅም አለ قال فهذا الذي خربته አለ ይሄንን ሲያበላሽኸውን كم تقيم ምን فيه ያክል ትቆይበታለህ قال هنا እዚህ مقام አይደል እንደ መኖሪያዬ አለ فقال تقر بهذا ይሄን ታምናለህ تقر بهذا وتدعي أنك ይሄን عاقل አምነህ ጤነኛ ነኝ እያልክ እየተቀበልክ ነው والله لو علم أهل በአላህ العافية ይሁንብኝ ጤነኛ ሰውነት ባለቤቶች ቢያውቁ ኖሮ ما تضمنته القبور من الأجساد البالية የያዙትን ይለፉ ይታገሉ ነበር لو كان بالقلوب حياة ልብ ውስጥ ህይወት ቢኖር ኖሮ ولكن أسمعت لو ناديت ህይወት حيا ያለውን ብትጣራ ይሰማህ ነበር ولكن لا حياة لمن تنادي አንተ የምትጣራው ግን ህይወት የሌለውን ነው أفق من سكرتك ከስካርህ ንቃ قبل حسرتك ከቁጭትህ በፊት وتذكر نزور حفرتك وهجران ጉድጓድ الأخاذ ውስጥ መግባትንና ዘመዶችህንም መተውን አስብ وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب ከእንቅልፍ ምንጣፍ ላይ ተነስ እኔ ተመልሻለሁ በል وبادر تحصيل الفضائل መልካም ነገሮችን ለመስራት ተቻኮል قبل فوت المطالب የምንፈልገው ከማምለጡ በፊት اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮችን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቋቸው اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮችን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቋቸው واسألوا اللحود عن أهلها ለህዶችንም ስለ ባለቤቶቻቸው ጠይቋቸው هل بعد الشباب إلا الهرم ከወጣትነት በኋላ ሽምግልና እንጂ ሌላ አለ እንዴ